النقطة الثالثة والأخيرة ثمار التوبة. الشجرة لما بنعتني بيها وبنسقيها وبنفلح الأرض حواليها بتبتدي تكبر وبيبقى لها ثمار. فالإنسان اللي اتحرك تجاه طريق ربنا وقعد مع أبوه الروحي ورجع لربنا وعاش حياة كويسة، تلاقي ثمار لتوبته ديت. في حاجات في شخصيته اتغيرت. أول حاجة الإنسان التائب والإنسان المنسحق بيكون منسحق ويشفق على الآخرين ولا يدين أحد. وده اللي شفناه بصورة عملية في الدرس اللي قدمه القديس موسى الأسود لإخواته الرهبان لما قالوا له أنت الكبير بتاعنا، تعال عشان تحضر محاكمة واحد من الرهبان أخطأ. فقدم لهم الحقيقة درس مفيد لما أخذ الشوال وملاه رملة وحطه على كتفه ودخل عليهم في المجمع، فاستغربوا من شكله. قالوا له إيه دوت؟ قال لهم أنتوا طلبتوا مني إن أنا آجي وأحكم على أخويا اللي أخطأ، فأنا حبيت أقول لكم خطاياي ماشية ورايا. فالإنسان التائب هو إنسان منسحق يحنو على الضعفاء. يقول لك فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. كان يشفق عليهم. السمة الثانية من ثمار التوبة حرارة العبادة. تلاقي الإنسان اللي كان عايش في الخطية تلاقيه يقول لك أنا كنت حارم نفسي، قد إيه القداس جميل، قد إيه الكتاب المقدس فيه متعة في القراية فيه. قديس أغسطينوس في الكتاب بتاع اعترافاته بيقول جملة جميلة، يقول تأخرت كثيرا في معرفتك يا الله. أنا قد إيه كنت حارم نفسي، قد إيه أنا ضيعت. وتلاقيه مواظب على الكنيسة ويصلي بقلبه وبفكره وبحواسه. حرارة العبادة. كمان من ثمار التوبة الإنسان التائب هو إنسان شديد الحرص. شديد الحرص. عارفين المثل الدارج اللي يقول لك اللي اتلسع من الشوربة فهو كده. عارف ان انا لو مسكت في الموبايل في حاجات كده هبص لها بسرعة يبعد، يقول لك لا ولا تدخلنا في تجربة. عارف ان هو لما يجي يتكلم مع شخص معين ممكن يستدرجه في الحديث ويلاقي نفسه وقع في خطية إدانة، فبيكون حذر جدا ويخلي باله من كلماته. وتلاقيه دايما بيطلب من ربنا انه يعينه. وده الجزء اللي احنا بنقوله في القداس، ومن تذكار الشر الملبس الموت. اقول له يا رب من تذكار الشر الملبس الموت نجيني. احنا النهاردة اتكلمنا عن التوبة ان هي العودة الى الله والعودة الى الاحضان الابوية، وخدنا خطوات عملية للتوبة وخدنا ثمار للتوبة. ربنا يدينا حياة توبة مثمرة، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. اذكروني في صلواتكم.